صباح السعادة والخيرات. ناس كتيرة بعتت تسألني إيه رأيك في تصرُّف مديرة المدرسة اللي خدت ورد وراحت لجوزها في مدرسة تانية مدير مدرسة برضه، وباست إيده في طابور الصباح، بمناسبة الفالنتاين، وهل ده تعبير بقى عن الحب والّا إيه؟ وخاصةً إن الدنيا اتقلبت ووزارة التربية والتعليم جازت الاتنين كل واحد خصم أسبوع، وناس بقى رأيهم مع ده وناس ضد ده، وهل ده تعبير عن الحب والّا لأ؟ الحقيقة أي تصرُّف إحنا بنتصرّفه بيُترجم في إطار الثقافة العامة لأي مجتمع، وفكرة بوس الإيد دي تعبير تاريخي جدًا عن العبودية، مش عن الحب ولا عن التقدير. لمّا بنكون بنحب حد وبنقدّره بنعمل تصرُّفات مختلفة شوية. مديرة المدرسة المُربية الفاضلة خانها التعبير، مع كل تقديري لإن الراجل كان خارج من عملية وعايزة ترفع معنوياته، بس خانها التقدير. الأخطر من كده إن إحنا قدّام مدرسة، يعني في محيط المفروض إنه احترافي، فلمّا بنعبّر ممكن أروح لجوزي الشغل وأجيب له تورتاية وأعزمه هو وزمايله أو أجيب له ورد أو أيًا كان طريقة التعبير، لكن بطريقة فيها شكل من أشكال الكرامة كده واحترافية. إنما أروح في طابور مدرسة وقدّام التلاميذ وبالذات إنهم بنات كمان وأوطّي وأبوس إيد الراجل كإني بادّي رسالة لأجيال، والبنات كان الطابور بنات كل واحد يستوعبه على قد دماغه الصغيّرة يتصرّف فيه إزاي يبني على إطار ثقافي كده في المجتمع بيحاول يفرض على الستات إنهم مخلوق أدنى و وإنها مش عارفة مكانتها في الحياة وفي المجتمع، ويترتب عليه بقى هذا الزوج المقدس، فأمه مقدسة وأخته مقدسة ونشوف البلاوي اللي بنشوفها بقى من الحموات والعمات والبتاعات. التصرفات يا جماعة ليها انعكاسات في المجتمع وليها تفسير وترجمة خطر. علشان كده أنا مع وزارة التربية والتعليم في العقاب اللي عملته، وضد التصرُّف ده تمامًا، وزي ما باقول لحضراتكم عايزين تقيسوا المسطرة هي عبودية والّا محبة، اعكسوا الموقف. خلّوا كده تخيلوا لو هو جوزها هو اللي راح وباس إيديها في طابور المدرسة تقديرًا لإنها خارجة من عملية بعد الشر عليها يعني، وشوفوا كان هيبقى رد فعل المجتمع إيه. لو رد فعل المجتمع قال لك الله جميل وراجل حبوب ولذيذ ولازم الرجالة كلها تعمل كده، ساعتها هتعرفوا إن ده تعبير عن الحب. اتقال فيه ما قاله الإمام مالك في الخمر والراجل المش عارفة إيه والبتاع المش عارفة إيه، ساعتها هتعرفوا إن ده تصرُّف غير لائق وما ينفعش يطلع من مُربّيين، وإن وزارة التربية والتعليم عندها حق. ممكن نعبّر ب1000 طريقة وطريقة عن الحب، غير إننا نعبّر بطريقة فيها عبودية. أشوفكم دايمًا في حُب وبألف خير.